كلميني عن احساسك انك خلاص ثانويه عامه. والله يعني اكيد راحه، يعني الواحد كان مضغوط جدا في هم وانزال. بالظبط كده، يعني الواحد خلاص تعب يعني من كتر الضغط. طبعا راحه جدا، يعني طبعا هتبقى الفتره اللي جايه قلق على اي حد، بس هتبقى يعني شعور بالراحه ان انت ما مش عليك ضغط الامتحانات، وان انت لازم تقعد تذاكر وي 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 كده يعني. انت عندك يعني هو خلصت من ضغط الثانويه العامه بس عندك قلق للنتيجه. طبعا يعني لازم يبقى في راحه وشويه قلق على مستقبلك، ان انت مش باين له لسه ملامح يعني. حرية فظيعة. انت متخيلة 10 شهور احنا كل يوم من الدرس للبيت، تنامي وتصحي على الكتاب. طبيعي يعني لازم نأجز 10 شهور تانيين على الأقل. الاحساس جميل طبعا ان احنا خلصنا خلاص. اوصفي لي اكتر. اوصفي، عارفه ده غريب بقى والسويت وكده. ضغط ولغط. وان انا هنام براحتي طبعا واصحى براحتي. بس انا حسيت ان انا طلعت كأني كنت في سجن وخرجت تمام، وان انا بقى دلوقتي بقى هعمل كل حاجه انا نفسي فيها بقى يعني. ايه احساسكم بقى وانتم مخلصين ثانويه عامه؟ احساس تحفه طبعا، يعني كفايه كانت اصلا سنه بحالها. يا وانت؟ فرحه رهيبه بس خايفه من النتيجه. اهم حاجه في انك فرحانه، سيبك من النتيجه. انا جدا يعني. انت علم ولا ادب؟ لا، علمي علوم. ايه اخبار الامتحانات بقى وكده؟ كانت حلوه بس الفيزيكس والكيمستري كانوا رخمين قوي. بس يعني ونظام البوكلت كان حلو؟ هو حلو في مواد ومواد على فكره. هو ايه حلو في ايه وحش في ايه؟ هو حلو ان هو يعني حاساه بيمشي في كل المنهج، فاهماني؟ يعني ما فيش حاجه مش معديها. بس وحش في اسئله كتير. يعني في الكيمستري كان مثلا السؤال الاجباري فيه 3 نقط، فالوقت مش هيكفي. فعلا. بس وانت يا منى؟ ادبي. انا عارفه انك نفدت وجلتي. لا ايه الامتحانات بقى كانت صعبه ولا ايه؟ بصي الامتحان كانت حلوه، بس هو التاريخ هو اللي عمل معانا الصح. عامله معاك الجلاشه. ايوه. انت كنت طالعه احمد موسى اللي جواكي مش ما بصي طبعا انت بتهزري ولا ايه؟ ده انا فتي في التاريخ. ربنا يستر. النهارده بقى انك خلاص ثانويه عامه والنهارده الوقفه هتعمل ايه؟ لا انا مينا. يا اخي نفسي مره اشوفك واقف بتصلي معانا. وانا نفسي مره تاخد بالك من ده. لا مؤاخذه لا مؤاخذه. وريني اهو. ما هو برضه صغير، كنت كبرته شويه. ما انا كنت طفل ساعتها. لا عادي مش ايه علاقه انا مينا يعني؟ صحابي بقى اشوفهم هم بيعملوا ايه في الوقفه بتاعتهم. اوكي مش مشكله مينا، ما احنا كلنا واحد اسره مع بعضينا. وحده وطنيه خلي بالك. ايوه كان طبعا لسه مطلعها في الوطنيه فوق والله. خلص كل اللي عندي. احمد موسى خلص في الوطنيه الحمد لله. الدوله والوطن بقى والحضاره ايوه والديمقراطيه والثوره بقى. تقول لك اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين، تقول لهم ايه؟ خليك ده كده، ده هيجي لي بعد البرنامج ده. انا هتقول ده هتقول انا ده. الناس اللي بتقول لك بقى اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين، انت ايه تعبت دلوقتي عشان هترتاح؟ لا هو طبعا ثانويه عامه، في ناس لما بتخش الكليه بتقول لك ثانويه عامه ارحم. طبعا الدنيا هو في بعدين وبقول لك مش مرتاح. دلوقتي لما بنخلص مرحله زي دي لازم نحط اساس لينا، ما نقعدش نطنش، لازم نحط اساس لينا. ده مستقبل، ده يعني مستقبل الشباب. والوقت احنا الدوله شايفينها بتبني واحنا لازم نبني مع الدوله ونقف جنبها. فلازم نكافح مع الدوله ولازم ندي لنفسنا اساس. انت ما انت ديمقراطي كده، ما تقول كلمه للوزير. اقول له ان هو بس نظام البوكلت طويل واحلى حاجه فيه ان هو في اسئله للطالب المتوسط والطالب يعني العالي كويس. فهو يعني انت شايف نظام البوكلت ده خطوه كويس؟ يا ريت يمشي بيه، بس يحسن بيه فيه شويه، ما يطولش الاسئله بالطريقه دي. يعني انت قاعده في 3 ساعات يعني طوال جدا واسئله طويله جدا. كلمه لعمك الوزير. اقول كلمه لعم الوزير. الله يكرمك يا شيخ. يا شيخ الله يكرمك والنبي ما تعملش اللي حصل فينا في السنين الجايه. الله يكرمك. اتقي ربنا فينا، حرام بجد. ربنا فين؟ يعني حرام. عايز اقول له انه يتقي ربنا في التعليم. قول يا عم الله يحرقك بسبب المواد اللي انت كنت حاططها. حرام عليه في الوقت بجد، يعني الوقت كان هو مصدوم الوقت معاكم، هو كان ده الماث بالذات ما كانش ينفع ساعتين. يعني هو المفروض هو عامل ساعتين لواحد داخل حافظ المسائل يكرها ويخرج، بس الماث مش كده. الماث انت المفروض تفكري، يعني حرام بجد ساعتين خالص. يعني مش وكمان على 18 سؤال يعني. حسبي والله. لا مش عايز تحب الصراحه. بس هو وزير حلو وبامانه يعني والامتحانات جت سهله. كانت حلوه، بس يا رب بس يرضى علينا. الامتحانات زي 100 والدرجات هتبقى 100 والرئيس بنحبه جدا. ده مش ده حبيبي انا بحبه جدا والله استاذنا ورئيسنا السيسي. 100 وشباب سعيده جدا 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 جدا. لو مشيت حضرتك في الشارع بص في وش الشباب هتلاقيها سعيده وفرحانه جدا. وما الذي يجعلهم سعداء؟
ولماذا لم يكونوا سعداء يا فندم والحكومه وراهم في كل شيء؟ بصراحه الحكومه مش مخليهم عايزين حاجه الشباب، بدليل ان مفيش ولا شاب عاطل، كله شغال، كله شغال يا باشا، وبيصرف وبيلبس وبرفانات، والحياه زبادي في الخلاط. الوزير لا حبيبي والله. لا حبيبي، فكك من شغل الامتحانات ده، انا حليت كله تمام والله. لا قول. والله حسبي الله ونعم الوكيل. تمام، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. 5 حسبي الله ونعم الوكيل. 5 موافقة. لا بجد والله يعني حرام والله اللي عمله ده.